حدثونا لو سمحتم عن ليلة القدر، وهل هي للناس كلهم أو لكل واحد على حدة؟ جزاكم الله خيرا. ليلة القدر ليلة عظيمة بين الله شرفها سبحانه في كتابه العظيم، حيث قال عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال سبحانه في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هي ليلة عظيمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان، وكان يعتني بها صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم العشر الأواخر من رمضان يتحرى هذه الليلة ويقول: التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، يعني الأوتار أرجى وأحرى: 21 23 25 27 29، مع أنها تلتمس في الليالي كلها العشر، لكنها في الأوتار أحرى، وأحراها ليلة 27. والسنة للمسلمين رجالا ونساء أن يتحرفوا في العشر كلها، وأن يجتهدوا في قيام هذه الليالي بالصلاة والقراءة والدعاء تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وطلبا لهذه الليلة. والله يقول فيها سبحانه: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العمل فيها والاجتهاد فيها في الأعمال الصالحات أفضل من العمل في 1000 شهر ما سواها، وهذا فضل عظيم. هل هي للناس كلهم أم لأشخاص دون أشخاص؟ للناس كلهم، من تقبل الله منه ووفق للعمل فيها حصل هذا الأجر، سواء كان عربيا أو عجميا، حضريا أو بدويا، رجلا أو امرأة، في أي مكان من الأرض، إذا اجتهد في هذه الليالي وهو مسلم ويرغب في الخير واجتهد وعمل الصالحات، فالله يعطيه أجره في ذلك سبحانه وتعالى.